اليوم الأخير ونهاية كأس العالم أو نهاية الرعيان بعبارة أخرى في هذا اليوم بعد شهر من اهتمام عالمي بكرة القدم وبمجرياتها وبالمنتصرين والمنهزمين، لأن كرة القدم وخاصة كأس العالم في الحقيقة لم تعد رياضة، أصبحت أكثرها بزنس، تجارة، اقتصاد، علاقات دولية، سياسة داخلية، سياسة خارجية، وإلى حد ما رياضة. اللي يشهد اليوم أو أكيد أن كثير من المتابعين يكونوا تابعوا كأس العالم الأخير اليوم، المباراة الأخيرة، باعتبار هذا الهيجان حول هذا الموضوع، يشافوا أيضا كيف أن الرئيس الفرنسي اللي راه متواجد في قطر منذ 6 أيام تقريبا أسبوع، حضر المقابلة ما بين فرنسا والمغرب، وكان مبتهج لانتصار الفرنسيس على المغرب، ثم أحضر الهزيمة اليوم. وطبعا الهزيمة صفعة شديدة في وجه رئيس جمهورية فرنسا الإمبراطورية التي تحكمت يوما ما في ثلث العالم تقريبا، وأحيانا لعشرات السنين، وأحيانا لما يزيد عن 200 سنة أو 150 سنة. طبعا كانت هزيمة، وكان أتوقع أن الأغلبية العظمى من الجزائريين ربما حتى من العالم كانوا يناصرون الأرجنتين لأسباب متعددة، أقلها أن الأرجنتين ليس بلد استعماري، وهو بلد صغير وليس بلد معتدي، بينما فرنسا الكثيرين ينظرون لها دائما من منظورها الاستعماري، ليس كإرث فقط وإنما كاستمرارية استعمارية. ففرنسا ما زالت قوة استعمارية وما زالت تتدخل في عشرات البلدان، أكثرهم في أفريقيا، 12 دولة فيها قواعد عسكرية فرنسية الآن، ربما 10 دول بعد أن خرجت من مالي ومن وسط إفريقيا عاصمتها بانغي، وأيضا تتدخل في دول أخرى، في العراق، في سوريا، في أرمينيا، في بلدان كثيرة يعني. فدائما هناك نظرة نظرة غضب ونظرة انزعاج ونظرة حتى عند بعض الناس نظرة كراهية لفرنسا ولدورها السابق والحالي. وجود الرئيس الفرنسي ونزوله، أنا فوجئت في الحقيقة، خلينا نوريكم الصورة. أنا فوجئت لما شفتهاش، أنا تابعت جزء فقط من المقابلة، كانت عندي لقاءات أخرى، كان عندي ما هو أهم، وما هو أهم هو تحرير الجزائر، هو الحراك السلمي للإطاحة بالمخابرات الإرهابية. لكن شاهدت بعض اللقطات، فكانت هذه الصورة، صورة ماكرون في الملعب، وماكرون قاعد يحلل في مبابي مش لاهي به نهائيا. طبعا مبابي بالتأكيد انتم اللي راكم تتابعوا في كرة القدم تعرفوا باللي مبابي هو إفريقي، ربما البعض منكم يعرف وربما البعض ما يعرفش أنه أمه جزائرية ووالده أعتقد أنه كاميروني إلى رأي ذاكرتي جيدة، وهو اللي نجح في تسجيل الأهداف 3 في مواجهة الأرجنتين اليوم، وبطبيعة الحال هو أفضل لاعب في الفريق الفرنسي. مهم جدا ما تحقق بالنسبة لمبابي. مهم لماذا؟ مهم لنا أيضا، لأن هذا يعطي صفعة شديدة لليمين المتطرف. أنا هنا لا أتحدث رياضة، راني أتحدث سياسة بالمناسبة، أو نتحدث إذا حبيتوا نضال، مقاومة، حرية. باش ما يقولش واحد راهو يتكلم في الرياضة وفي كأس العالم اللي هو يقول لنا راهي تلهية. نعم، أنا رأيي العام أنها تلهية، لكن هذه التلهية يعني إذا كان أكثر ما فيها سيء ففيها بعض الأشياء الإيجابية، أو فيها بعض الزوايا ننظروا لها. خلينا ننظروا لبعض الزوايا فقط باش نشوف الصورة كاملة. لكن الفكرة العامة هو أن هذه الألعاب بالرغم من أنها تعتبر كرة القدم مثلا خير من كثير من الألعاب الأخرى، لأن على الأقل فيها مشاركة، فيها إلى آخره، فيها أعداد من الناس فيها،
لكنها تبقى لعبة، ولازم الناس يفكروا على أساس أنها لعبة، أنها ليست آه، عقيدة، أنها ليست قضية من أجلها الناس تموت أو تحيا، بالرغم من أن للأسف يعني يموت الناس أحيانا من أجل كرة القدم، من أجل الرياضات عموما، ولكن كرة القدم متفرجين. نتذكر أنه لما فازت الجزائر ب آه، كأس إفريقيا في 2019 في جويليا 2019، أتذكر أنه مات ممكن 20 25 شخص وجرح العشرات، باش ما نقولوش المئات، في الاحتفالات الرهيبة التي شهدتها البلاد آنذاك. من حق الشعب أن يفرح، وأنا قلتها آنذاك ونعاودها، من حق الشعوب أن تفرح، لكن من حق الشعوب أن تهتم وتنتبه من أن كرة القدم خاصة، رياضة عموما وكرة القدم خاصة، قد تستخدم كأفيون للشعوب، قد تستخدم كلعبة في أيدي الطغاة، قد تستخدم كتلهية عن القضايا الكبرى والمشاكل الحقيقية، سواء كانت مشاكل معيشية مادية ثقافية لغوية داخلية خارجية، أو مشاكل تتعلق بالحريات وبالكرامة الإنسانية. هذا لا يعني بمعنى أن الناس يجب أن يجد توازن. هذا اللي نحب دائما نقول، أن هناك توازن ما بين أن يفرح الناس وفي نفس الوقت أن لا يجعلوا منها وكأنها دين جديد وكأنها عقيدة جديدة. يكون هناك توازن في هذا الموضوع. من حق الناس أن تفرح، من حق الناس أن تلعب من حين لآخر، لكن طبعا حسب الظروف وحسب البلدان. الشعوب والبلدان التي ذهبت بعيدا في على الأقل في القضايا المادية، في الراحة المادية، في السكن، في الأكل، في الشرب، في ما عندهاش هذه المشاكل، أو عندها في حدود ضيق، من حقها أن تفرح أكثر وتلعب أكثر، لأنها قضات صوالحها كما نقولوا. بينما الشعوب اللي راهي غارقة، وأحيانا غارقة في رغيف الخبز، أو غارقة في الدواء باش يشريه ولا ما يقدرش يشريه، أو غارق في أبنائه اللي راهم متخرجين منذ سنوات ومش لاقين عمل، أو بناته اللي ربما تجاوزوا 30 35 40 سنة وما وصلوش إلى الزواج، أو سكن اللي راه ينتظر فيه منذ 15 20 سنة. هذه عنده أهمية أو أولويات أهم. تأتي كرة القدم قليلا باش تلهيه شوية، لكن يجب أن تبقى في إطارها الصغير والقليل. كانوا بعض خوتنا قالوا لي راك هذه المرة تكلمت على كرة القدم وخاصة لما كان المغرب هناك. نعم، لأن هناك زاوية أخرى، زاوية هنا مثل ما كنت قلتها بالنسبة لفوز الجزائريين بكأس إفريقيا وبعدها كأس العرب في ديسمبر العام اللي فات، وكأس إفريقيا في جويليا أعتقد تاع 2019. من حق الشعوب أن تفرح، لكن يجب أن تنتبه الشعوب أن لا تستخدم هذه اللعبة وهذا الفرح في التلاعب بها في الاتجاه. لكن احنا كان بالنسبة لنا هذه المرة شيء مهم جدا، وهو أن المخابرات الإرهابية بشكل أساسي، ولكن كاين أيضا بعض الناس في المغرب وخارج المغرب أرادوا أن يشعلوا حرب، على الأقل على مستوى الريزو سوسيو، على مستوى المواقع الاجتماعية، ما بين الجزائريين والمغاربة، وشفنا كيفاش أنه تجنيد وتجيش. فجاءت هذه الانتصار للفريق المغربي الشقيق، وين الأغلبية العظمى من الجزائريين، صعب أن نقول النسبة لكن تقديري أنهم يكونوا في حدود 95% من الجزائريين، هذا تقدير خاص، ناصروا الفريق المغربي، وبالتالي تم تكسير تلك العداوات المفبركة المصطنعة، أو محاولة صناعة أن المغربي يكره الجزائري والجزائري يكره المغربي. هذا ليس صحيح. وإذا كان لي واحدة من النتائج الإيجابية لكأس العالم هذه هي أنها كسرت الكراهية المصطنعة أو المفبركة التي يريد البعض أن ينشئها. عندنا المخابرات الإرهابية أكيد، أطراف داخل المغرب أكيد، وأطراف خارج الجزائر والمغرب التي تريد دائما لهذه المنطقة أن يبقى أبنائها متصارعين ومتشاكسين ومختلفين ويكرهون بعضهم البعض. نحن شعب واحد، تفصل بيننا الحدود والسدود التي يجب هدمها لقيام اتحاد مغاربي أقل شيء.
يضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. لكن من بين الأشياء الأخرى اللي ظهرت في كأس العالم هذا هو أيضا، برغم أني هنا مانيش باش ندير تقييم لكأس العالم، ولكن فقط بما أنها اليوم هو اليوم الأخير فهو إشارة إذا شئنا لهذا الموضوع. هو شفنا كيف أن قوى غربية خاصة في ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إعلام معين هاجم قطر بشدة. إذا كانوا هاجموها في 3 مواضيع تقريبا: موضوع المثلية، موضوع العمال، وموضوع المرأة، وأن المرأة المسلمة محقورة إلى آخره، كما تعرفوا القصة على المرأة والاسطوانة نتاعها. بل أن البي بي سي وصلت إلى أنها قاطعت الافتتاح. بي بي سي اللي معروفة برزانتها وهكذا يقال، معروفة بثقلها أو هكذا يقال، وصلت إلى أنها قاطعت الافتتاح. مانيش عارف إذا قاطعوا الاختتام أم لا، ومانيش عارف واش تم في الاختتام. أنا شفت فقط كما قلت اليوم دقائق من الاختتام، وربما أقل من 20 دقيقة من الماتش ككل. كنت ندير في حاجة هكذا وفي نفس الوقت نشوف في اللوح في عينيا، يعني في الشوط الأول، وشفت أن الأرجنتينيين الشوط الأول كان الأرجنتين لعبوا مليح. مانيش عارف الشوط الثاني لأن مش عارف واش كان فيه، لكن يبدو أن الفرنساويين طبعا كانوا عادلوا النتيجة. فقلت أنه كان هناك هجوم على قطر في مواضيع بانت فيها نوع من حتى بعض الصحافة الغربية عاودت كي اللي عاودوا كتبوا قالوا فيها نوع من يعني التنمر، نوع من التنمر. يعني احنا وكان الفوتبول لازم يكون فقط عند القوى الغربية لأن هي السيدة، هي القوة الكبرى، هي اللي فاهمة، هي إلى آخره، وأن بلد صغير مثل هذا وبلد عربي مسلم يجب أن لا يكون. في الحقيقة القطريين، أنا لدي نقد أساسي في هذا الموضوع وربما اللي يتابعوني هنا يعرفون هذا. القطريين صرفوا، كان جهات تقول 220 مليار دولار وكان جهات تقول 300 مليار دولار. سواء كان 300 مليار دولار أو 220 مليار دولار فهذا مبلغ ضخم جدا. يعني مبلغ كيفاش نقيسوه؟ يعني كنا نقيسه بالدينار الجزائري بالسنتيم ما نلقاولوش الحساب. يعني مبلغ ضخم جدا هذا. ونقدي أنا هنا الأساسي هو أن هذه المبالغ الضخمة كانت ممكن أن تخرج البشرية من الفقر. يعني هناك 800 مليون، وأنا أحدثكم الآن الإحصائيات العالمية تقول أن 800 مليون يجوعون كل يوم. 800 مليون، 10% من البشرية تجوع كل يوم، أغلبهم بالمناسبة مسلمين. لكن الجوع هو جوع للإنسان أيا كان، مسلم أو غير مسلم. وكان ممكن لهذه الأموال الضخمة أنها تحل مشاكل الفقر. مشاكل الفقر في العالم 100 مليار ممكن تلعب دور أساسي في القضاء على الفقر. ما تقضيش عليه نهائيا لكن تلعب دور أساسي. 200 مليار أكيد تقضي على الفقر. هذا واحد من الانتقادات الرئيسية لهذا المصروف. طبعا اللي يبرر يقول لك لا، لأن قطر لم تكن فقط على الاستاد وإنما دارت بها بنية تحتية ودارت بها مترو ممتاز ودارت بها فنادق ودارت بها بيوت وفيلات وطرقات. هذا صحيح، لكن يبقى أن المبلغ ضخم وضخم جدا، ويبقى أن هناك من البشر من يجوع. نقولوا يجوع، ما نقولوا مش يلبس جاكيطة كوير ولا صباط تاع 200 أورو ولا لا، نقولوا يجوع، ما يلقاش واش ياكل، بما فيها في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي موريتانيا وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وحتى في بعض البلدان الخليجية خاصة في السعودية يجوعون. أما ما نحدثوش على الهند وباكستان وبنغلاديش وهذيك روح وبلدان الإفريقية يجوعون. هناك مئات الملايين من البشر لا يجدون الماء النظيف لشربه. هاي لبنان، هذه لبنان اللي كانت يوما ما بعيدة يعني في مقارنة البلدان العربية، هاي فيها الكوليرا لأنهم الناس لا يجدون ماء نظيف يشربونه. بل أن الكوليرا من عندنا مرة تنطق في الجزائر يكتشفوا حالات كوليرا وحالات سل وحالات جذري. يعني رجعتنا الأمراض تاع ما يسمى بالقرون الوسطى. إذا قلت القطريين حقوا منها نتائج هائلة في الحقيقة. طبعا بالنسبة لحاكم قطر
وبالنسبة لقطر عموما. قد نقول أيضا أن بالنسبة للبلدان العربية الإسلامية، البلدان العالم الثالث، هذه النظرة تغيرت، وأن نجاحهم باعتراف رئيس الفيفا اللي قال هذه أنجح، على حسب ما سمعت، أنه هذا أنجح كأس عالم منذ بداية اللعبة قبل قرن الزمان تقريبا، وأنهم حققوا فيها مداخيل أكبر، وأنهم وما فيهاش عنف. وبالمناسبة يعني قطر كانت انتقدت بشدة أنها لم تسمح بالخمر داخل الملاعب وفي محيط الملاعب. الآن يقولوا بأن الأمر الرئيسي اللي ما خلاش عنف، قالوا هذه أول كأس عالمية مثلا، هذه أول كأس في العالم لا يعتقل فيها الإنجليز، الهوليغانز. الإنجليز معروفين بالهوليغانيزم، بالأعمال الشغب في الألعاب في هذه اللعبة، خاصة لما يخسر فريقهم يعني، أو حتى لما يربح. لكن مش الإنجليز فقط، الهوليغانيزم أصبح فيما بعد في العالم أجمع. فالأخبار قالت أن هذه أول كأس عالمية لم يعتقل فيها الإنجليز. قالوا أنه لم يتم اعتقال أي كان، لأنه ما كانش كاين خمر، يعني الناس ما فقدتش عقولها. لأنه دائما لما يقع الفوضى هذه وتقع النمدادزة والضرب، يكونوا مخمورين، يكونوا في حالة تقدم، سكرانين يعني. الحكومة القطرية والنظام القطري حقق منها مجموعة أشياء ويضيفها إلى رصيده من القوة الناعمة. تعرفوا أن القوة تتمثل في ما يعرف بالهارد باور والسوفت باور. القوة الخشنة واللي هي أساسا قوة عسكرية، وحتى العقوبات الاقتصادية إلى آخره لما تمارسها دولة معينة، أو التهديد بالقوة تمارسها الولايات المتحدة مثلا. دول كبرى عسكريا عندها القوة الخشنة، وتقدر تكون عندها القوة الناعمة أيضا. قطر ما عندهاش قوة خشنة، بلاد صغير، عدد سكان أقل من 200 ألف قطريين. الأجانب بالأجانب هم 3 ملايين، بما يعني أن القطريين يشكلوا حوالي 7% من السكان البلاد، مثل الإمارات. البقية كلهم أجانب. لكن قطر ومثل الإمارات أيضا عندها قوة ناعمة ضاربة. الإمارات تستخدمها في الشر، خاصة ضد المسلمين. يعني أعداء المسلمين اليوم، لو كان نقولوا ما هو أعداء نظام ضد المسلمين، هو مش الكيان الإسرائيلي بالمناسبة، راهو النظام الإماراتي هو أعدى نظام قائم ضد المسلمين، وأساسا هدفه هو تدمير المسلمين، النظام الإماراتي. لكن النظام الإماراتي عنده قوة ناعمة، استطاع أن يفكر. مثلا الإماراتيين والسعوديين عندهم استثمارات هائلة في الفوتبول الإنجليزي. القطريين راحوا استثمروا في الفوتبول الفرنسي، خاصة في باريس سان جيرمان. بالمناسبة مثلا مبابي هذا ونيمار نتاع البرازيل اللي هو أشهر لاعب عندهم الآن، وميسي اللي هو تاع الأرجنتين، في 3 يلعبوا في باريس سان جيرمان، وشراوهم بأموال رهيبة. يعني متذكر تاع نيمار، مانيش متذكر تاع هذول، لما شراوه ب 220 مليون يورو، حوالي 5000 تقريبا 5000 مليار سنتيم جزائري. شراو لاعب واحد اللي هو نيمار. طبعا شفنا بكاؤه لما هزمت البرازيل، كان يبكي بكاء مرا، يعني مثل رونالدو أيضا اللي بكى بكاء مرا. أنا نشوف هذه اللقطات دائما، نشوفهم في ما يعرف بالهايلايتس، أي المختصر، أو نقرأ عليهم، لأن هذه أخبار تجي في أخبار السياسة العالمية. هي في أخبار السياسة العالمية تجي هذه الأحداث، لما يجيب صور رونالدو اللي خرج في كارثة، ونيمار كيفاش كان يبكي بكاء مر، اليوم مبابي قبل أيام ثانية هذاك شكون اللي خسر كيف بكى بكاء مر، من هذو الكبار اللي يسموهم الكبار إلى آخره. فالقطريين والسعوديين والإماراتيين مثلا استثمروا في هذا الفوتبول. هي أموال بالنسبة لنا احنا هي أموال ضايعة في الحقيقة، لكن بالنسبة للحكام، حكام قطر وحكام الإمارات وحكام السعودية، يحققوا بأهداف في الغالب مش لأوطانهم، في الغالب لأنظمة الحكم القائمة في الغالب يعني. لكن هذا
أكيد أنهم راحوا بعيد في هذا المجال. قطر حققت مجموعة من الأهداف بهذا الكأس العالم. بعض الأشياء ترتد علينا إيجابيا كمسلمين، كعالم ثالث، كمزيغ، كعرب، ترتد علينا إيجابيا. وشنو كيفاش ترتد علينا إيجابيا؟ هو أن النظرة تغيرت. مثلا قريت أنا مقالات كثيرة في الإعلام الغربي كيف أنهم فوجئوا بالفريق المغربي في قضيتين، في قضية الأمهات وفي قضية السجود. اليوم في مقال في الجارديان نظن على السجود، مش عارف إلا راه عندي هنا، لكن كان فيه مقال على السجود وعلى الأمهات في الجارديان هذه، وهي واحدة من أهم الجرائد البريطانية. وقالوا أن الفريق المغربي غير نظرتنا إلى المسلمين، لأن النظرة إلى المسلمين أن الرجل يحقر المرأة وما يحترمش امه ويضرب مرته ويضرب اخته الى اخره. هذه النظره تاع المسلمين، او هذه النظره اللي موجوده في الغرب عموما. فهذه تغيرت مؤقتا، ربما اثرت ربما في اللي شافوها، لكن فيه حديث عليها، فيه نقاش مطول عليها. اليوم قالوا ان عائله ميسي كانت موجوده هناك وكانه تاثر بما فعل المغاربه. هذه نظره ايجابيه، هذه حوايج ايجابيه نستفيد منها عموما، لان نظرتنا مشيطنه، رانا ديابوليزي، رانا ديابوليزي. يعني نظرة المسلمين في الغرب مشيطنة تماما. أحيانا هناك أشياء باش نكونوا منصفين، هناك أشياء موضوعية. المسلمين ارتكبوا أخطاء على مستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. مثلا التفجيرات اللي كانت تحدث وتنسب لداعش، وداعش على أساس أنها الدولة الإسلامية إلى آخره، هذه كارثة. التفجيرات اللي صارت في امريكا قبل 20 سنه كانت كارثه على المسلمين. صورتهم اصبحت سوداء جدا، اصبح كل مسلم راهو ممكن ارهابي او مشروع ارهابي، واليمين المتطرف استفاد بشكل كبير جدا من هذا الموضوع. وعلى المستوى الفردي كان كثير من المسلمين يتصرفون بسلوكيات سيئه جدا في البلدان الغربيه، ويعطون صوره سيئه جدا عن المسلم. مثلا اليوم في فرنسا هناك عشرات الآلاف، بالك مبالغة عشرات الآلاف، لكن هناك ما يزيد عن 15,000، يعني عدة آلاف في السجون الفرنسية هم مسلمين، جزائريين، توانسة، مغاربة، سنغال، ماليين، مصريين، سوريين إلى آخره. فالصورة وأحيانا أنه خوتنا هؤلاء المسلمين يتصرفون بشكل بائس جدا، وكونهم يذهبون للسجون فذاك هو طبيعة الأشياء، لأنهم يخترقون القانون، فيهم من يسرق، فيهم من يبيع المخدرات، فيهم من، فطبيعي جدا. فالصورة يبدو أنه على الأقل مع النجاح هذا، نجاح كأس العالم للحكومة القطرية أولا، النظام القطري أولا، لكن كما قلت جينا رشات إيجابية منها. وأيضا تغيرت لأنهم كانوا يقولوا بأن بلد مسلم وعربي لن يستطيع أن ينظم كأس العالم، فإذا بها حسب كل المعطيات أنها أفضل تنظيم لحد الآن. مع ذلك نروح ونرجع ونقول أن هذه لعبة، وإذا كانت الناس هذا الاهتمام لمدة شهر، والناس كان لي ربما يعني كان لي ربما ماتوا، أو كاين اللي راهو عنده الآن مرض القلب، وكاين اللي طلعت له التونسيون والسكر، وهو يتبع. فلازم الناس تعاود ترجع إلى طبيعة الأشياء. لعبة وانتهت. ما هو أهم منها؟ ما هو أهم منها هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة، هو الفخر، هو بناء الأوطان، هو بناء مجتمعات قوية، هو بناء نهضة علمية واقتصادية وسياسية وثقافية وعلمية، هو تحرير الأوطان من الاستبداد، تحرير الشعوب من التفاهات ومن الخضوع، هو إعادة وعودة إلى الفعل التاريخي، لأن احنا رانا خارج التاريخ.
ما راش فهمش التاريخ، رانا قريب في مزبلة التاريخ. جزء منها، وهو الجزء الأكبر والأساسي، هو أنظمة حكم إجرامية بدرجات مختلفة، ولكن هناك جزء أيضا للأفراد، هناك جزء للأفراد، هناك مسؤوليات فردية أيضا. مش ما نبقاوش نقولوا فقط نظام الحكم هنا أو أنظمة الحكم القائمة، أو نعم هذه الأنظمة في الغالب على استثناءات قليلة، لكنها في الغالب أنظمة فاسدة ومفسدة ومجرمة وناهبة وخائنة بالنسبة للبعض. ولكن هذا لا ينفي المسؤوليات الفردية تاعنا ككل فرد في تصرفاتنا، في سلوكنا، في أفعالنا السيئة، وفيما كاين بزاف ناس تخطي راسي، مش تخطي راسك، خاصة مع العولمة هذه والعالم كله قرية واحد، ما تخطيش راسك، ما كاش حاجة اسمها تخطي راسي، كلش متشابك، الشعب متشابك في بعضاه، الاقتصاد مع السياسة مع العلاقات الدولية مع العلاقات الداخلية كله متشابك، ما كاش حاجة مفصولة عن بعضها البعض، خاصة في هذا الزمن، زمن التكنولوجيا، زمن أنك بكبسة واحدة بيدك، مش عارف تكون راك تشوف فيا أنا الآن، وربما أنت راك موجود في طمن راست أو في أستراليا أو في نيوزيلندا أو في جنوب إفريقيا أو في شيكاغو. فتغير العالم وتغيرت الأحداث وأصبحنا، لذلك يجب أن توضع هذه الأشياء في إطارها، وأن نمضي الآن خاصة بعد نهاية هذا الكأس العالم، ما تبقاش الناس حاصلة فيها وواقفة فيها، تروح بعيد، تقدم أكثر. وإذا كانت في بعض الإيجابيات كأس العالم واللي نسعد بها بكل تأكيد، فإن أيضا فيه سلبيات مش راح ندخل فيها كثير الآن، لكن ربما كاش نهار نتكلم عليها بشكل موسع إذا شئنا. هذا الكأس العالم في الميزان بسلبياتها وإيجابياتها، لكن من أهم السلبيات نتاعها هي هذه الأموال الضخمة جدا، وهو أيضا أن تتناسى الناس المشاكل الحقيقية والقضايا الجوهرية اللي تعاني منها. سامحوني إذا طولت. أكيد أن فوز الأرجنتين يسعدنا ويسعد الأغلبية العظمى في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي إفريقيا وربما في العالم أجمع.